هات لي شوية مية يا بالحسن يا ولدي نشرب. تعال يابا حنشرب وناخذ نفسنا. لكن ليه يابا؟ اخوي نادر مش بيسرح معانا. اخوك نادر بيسهر يا ولدي وما يقدرش يصحى بدري زي عادته. يعني هو يسهر براحته واحنا نقوم الصبح بدري نشتغل في الزرع. طب ده عدل ده يا ابوي؟ طب نفتح حالي يا ولدي. بس انت لو تسيبني عليه علم الرجال على حق. صبرك بالله عليه يا ولدي، اهو جاي اللي يعلم الرجال على حق. ومين ده اللي هيعلم الرجال غيرنا؟ قديش يا ولدي يعلم اي حد الرجاله. اصبر على اخوك، هو كله شهر فاضل وهفكر. والله امك تحضر الغداء يا بالحسن، وشوف اخوك صحي كمان ولا لا بالمرة. حاضر يا ابوي. يا سلام يا اخي، نايم ولا على بالك؟ ايه البرود اللي انت فيه ده؟ قوم فز. ايه في ابو الحسن؟ مين نلقاه يتجلع وما يتجلعش دلوقتي؟ حنقعد نقر. صباح الخير يا ابو الحسن. وبعدين معاك يا نادر، ابوك تعب من الصرحه معاي. دد له مره يا اخي، احنا معانا شغل كتير في الزرع. ما قلت لكم انا ماليش في شغل الزرع ده. امال سيادتك عايز تشتغل ايه ان شاء الله؟ انا حفتح مشروع. مشروع ايه ده؟ وانت نايم النهار كله وفي الليل مع الشله. يا ابوي ما تقعدش ترط على الصبح يا اخي، الرط بيجيب الفقر. الرط بيجيب الفقر، امال النوم بيجيب ايه؟ يا ابوي حضري لي الفطار يما. ايه الفصلان ده؟ طب حتى رد السلام يا ولدي. وانت بتتوضى ليه برا يا ابوي؟ ما في حوض جوا. معلش يا ولدي، الحوض عالي وانا ما بقدرش احط رجلي عليه. براحتك. من زمزم يا حاج. جمعا يا ولدي. وكن راضيا لا تسقطن لشدة كما الشوك لا يعطر. الو. ايوه يا نادر. هي الفيزا بتاعت ابوك فيها فلوس؟ يا نهار طين، انت خدت فيزة ابوك؟ ايوه يا اخي، بطل رط، هو مش هيعرف. طب انت عارف الرقم السري بتاعها؟ ايوه يا اخي، مش انا مفعل له الفيزا. معلش يا ابو الحسن، اصلا انا مزنوق في فلوس يا اخي. يعني انت بتتصل بيا عشان تقول لي خدت فيزة ابوك؟ طب لو انت عايز فلوس اطلبها مني. هو انا بخلت عليك حاجة يا اخي؟ يا ابوي عرضني يا ابو الحسن، هي كلها 100 جنيه اللي انا عايزها، هتعمل عليها موضوع. بدل ما تاخد فيزة ابوك الغلبان. خلاص انا هتصرف. بس انا لازم اوقف عند حده.
هو مين ده اللي هتوقف التحدي يا ابو الحسن يا ولدي؟ ما فيش يا ابوي، دول يا جماعه مشاكلين على الميه وانا هروح اصلحها. ربنا يبارك فيك يا ولدي. مش كفايه قاعد لغدرك من غير جواب؟ جوازيه بس يا ابوي، وبعدين قلت لك قبل كده انا ونادر هنخش مع بعض. انت قلبك طيب بس يا ولدي، تستنى اخوك ده لسه قدامه ديك، وديك شايف حاله. ذنب انه اخوي يا حي، وبعدين عشان نوفر عليك بدل ما يبقى فرحين يبقى فرح واحد، وكان على حاله ادعي له بصراحه من حاله يا حي. هو الديش يا ولدي، انا قلت لك قبل كده انه الديش بيعلم العيب الرجال. بس في حاجه فايتانا يا ابوي نسيناها. ايه هي دي يا ولدي؟ افرض خد تاجيل او معفاه او هرب، ساعتها ايه هنعمل احنا؟ لو هرب ساعتها انا هروح اصمد نفسي. اشربوا اشربوا، خلينا ننسى همومنا. همومية اللي انت فيها نادر دي؟ كفايه اخويا ابو الحسن، كل يوم بنقي معايا. بنجي معك عليا مش عشان الصرحة، خلاص اسرح معاه. انا اسرح وامسك طريه واروح الزرع. واه مخدرات يا نادر، وهذا اللي كان ناقص. سيبه يا خليل سيبه، بكره لما يروح الديش يتعلم ان الله حق. ايوه، يمكن لما يروح الديش يتعلم له حاجه. انت خليل دخلت الديش؟ ايوه انا رحت الديش، وبعد سنة ونص رحت استدعاء، وكانت اجمل ايام والله، يا ريت تعود تاني. انا سمعت انهم بيضربوا الناس هناك. لا قصدك بيدربوا الناس هناك، ودربوهم عليه ان شاء الله. الرجالة وعلى البسالة والشجاعة وكسر حاجز الخوف، الدلع اللي انت فيه نادر بيه. يسلم فمك يا خليل. ما انا ممكن اهرب منه. تهرب تهرب تهرب؟ تهرب من خدمة بلدك؟ تبقى جبان. جبان؟ طبعا جبان. طب انت عارف فرق؟ ايوه عارفه، هو ماله دايما قاعد في البيت وما بيطلعش واصل وما بيقضيش اي مصلحه. عشان هارب من خدمة بلده، فقد رجولته، ولما حابس نفسه في البيت من كتر الخوف. كام دي يا نادر؟ ايوه تسوى كام دي؟ يمكن اكون بشرب صح، بس عمري ما خلت بلدي ولا ترددت لحظة ان اخدمها. خلاص قفلوا على الموضوع ده، انا مروح، تصبحوا على نقالة. بقول لك هو فاضل كام يوم على الفرز يا نادر؟ فاضل اقل من شهر يا فقر. مبسوطين؟ اهين لبست يا ابوي. ليه؟ هو انت كنت قالع يا ولدي؟ لكن ليه انت كاره الديش يا نادر؟ لا يا ابو الحسن، اخوك مش كاره الديش، اخوك خايف منه، واللي يخاف انه يبقى راجل حرام في العيشه. روح الديش يا نادر يا ولدي، واوعى تخاف، هو في اب يزي عياله؟ روح الديش يا ولدي، وما تنساش ابوك بيدعي لك. بس يا حاج انا حاسس اخويا نادر هيتعب شويه في الديش. ربنا معاه يا ولدي، هو اللي زيه يقويهم وينصرهم على من يعاديهم. يا ابو الحسن يا ولدي، الديش دولك غير زمان، الديش دولك بيعمر
ويكبر ويطور نفسه بنفسه مع قيادة حكيمة وقائد الشعب كله بيحبه. بعد ما البلد كانت هتروح في شربة مية رجعها جنة، ولسه اللي يعيشها ما يشوف. ربنا يديك طولة العمر يا حاج. اللهم امين. واشوفك في الكوش انت واخوك. مين برا؟ انا قناوي يا حاج. اهلا، تفضل يا ولدي، تفضل. ساتر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ولدي. انا قناوي يا عمي، زميل نادر في الديش. ولدي نادر؟ اي عامل هو يا ولدي؟ ده البيت كله قلقان عليه. ما تقلقوش، انا نادر يا عمي، هو تمام والله. هو بعت لك الجواب ده يا عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحب بالبطل يا ابو الحسن. اخوك قناوي، زميل اخوك نادر في الديش. اهلا من البطل، تشرب ايه؟ لا والله، انا يا دوب جاي وعايز ارتاح من السفر. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ولدي، ربنا يقضيها لك على خير انت واللي زيك. وصل الضيف يا ابو الحسن وتعال عاوزك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا قناوي. هو ده ابو الحسن، خد ده جواب بعت اخوك، تقراهولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عامل ايه يا حج؟ انت وابو الحسن وامي والله ليكم وحشه. تصدق يا حق، طلعت صادق في كلامك، والديش ما طلعش وحش زي ما بيقولوا. الديش طلع مصنع الرجالة، وأحلى حاجة هنا يا حق الصحبة، وكلنا بنخاف على بعض، وما فيش فرق ما بين مسلم ومسيحي. عارف أنا سلاحي إيه يا حق؟ سلاحي صعقة. هو صحيح ما فيش فرق بين الديش مع بعضه، بس الصعقة مصنع الرجالة صح. علمونا الأكل بمواعيد، والنوم بمواعيد، والاحترام والاهتمام والنظافة، وأهم حاجة في الديش الانضباط. ما تقلقش عليا يا حق، أنا وسط إخواتي. وفي حاجة تانية عايز أقولكم عليها، في سرية رايحة سينا وخيرونا اللي عايز يروح، وبعد إذنك يا حق أنا هروح معاهم. راجل يا ولدي. بالله عليك ما تبكي يا حق، أنا كويس وقاعد مع أخواتي. خلاص يا حق أنا رايح سينا وحقعد هناك سنة. سنة؟ ربنا يصبرنا يا ولدي. بعد السنة ابقى حضرنا عروستين يا أبو الحسن. أنا مش بهزر، أنا بتكلم جد. أنت كتر خيرك، أنا لو مكانك كنت اتجوزت على نفسي. أنت ما تتعوضش يا ود أبوي. أبو الحسن مش هوصيك على أبوك، خلي بالك منه هو وأمك. اعملوا حسابكم، والفترة اللي جاية مش هقدر أكلمكم كتير. سلم لي على أمي يا حاج، وقول لها تدعي لي أنا وزمايلي. دعي لك من قلبي يا ولد انت واللي زيك. ولدي
بدري ما عملتهاش يا نادر يا ولدي. من هنا ورايح ما فيش حد هيبوس على ايدك اكتر مني. تعال يا ولدي، دمك هتفرح بيك قوي. محدش عارف اخبار نادر ايه يا جماعه؟ انا حتى اتصال ما بيتصل. والله هو اخر اخباره وعرفنا ان هو ديشه في سينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه يا نادر، وحشتنا. تعال اقعد. ده كان زمان قبل ما يصلح الحال ربنا. سبحان من غير الاحوال، الله يرحم. ربنا يجعلها اخر الاحزان. يا اخواننا حاولوا تغيروا من نفسكم. انا لسه مغير في البيت دلوقتي. يا خليل انا اقصد اللي تغيروا من جوا نفسكم. طبعا انت دخلت الديش وعارف. ايه الانضباط اللي انت فيه ده يا ولدي؟ لازم اكون في انضباط. مش رحت الديش انتوا بطلتوا تشربوا بالليل، تشربوا دلوقتي بالنهار. الشله القديمه يا خليل. لا دي شله النهار غير شله الليل. والله شكلها التوبه هتاجي على ايدك يا نادر. اقروا الفاتحه معاي نحن نبطل. هات انت يا ابو الحسن وروح افطر عشان معنا شغل في الزرع. حاضر يا اخوي. من زمزم يا حاج. جمعا يا بطل. يلا يا بطل احكي لنا على اللي حصل معاك في الديش. حاضر يا ابوي. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. افتح الباب يا ابو الحسن يا ولدي. مين؟ تفضل. وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالحبايب. حبايب. ما تخافش يا ابن الحسن، احنا تبنا خلاص وتعهدنا نخلي بالنا من بيوتنا وعيالنا وبلدنا المحتاجانا. ولو عوزتنا فيها شغلانه يا ابو الحسن احنا موجودين. ربنا يدوم المحبه بينكم يا ولدي. يا جماعة كل اللي أنا عايز أوصله لكم إن الجيش مش وحش. يعني عندكم أنا مثلا كنت إيه وبقيت إيه. عندك حق يا نادر يا ولدي. ولو الديش لو وحش قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض.